اللحظة الفارقة. الموضوع بدأ صدفة، كنت رايح مهرجان العسل المصري سنة 2025 عشان أصور فيديو عادي جدا. هنا في قلب الريف. أنا متحمس. زي ما اتعودنا نستكشف ونروح أماكن جديدة ونتعلم عن أنواع العسل وفوائده، بس هناك وسط أكتر من 70 شركة سألت نفسي سؤال واحد: ليه طعم العسل هنا مختلف عن اللي بنجيبه من أي ماركت؟ السؤال ده كان أول خيط في رحلة ما كنتش مخطط لها، رحلة رحيق. دلوقتي يا برو احنا في مهرجان العسل المصري، في أكتر من 60 عارض وعارضة موجودين هنا. يلا بينا نشوف. نحالة بخبرة 15 سنة دلوقتي. كل المنتجات دي احنا عاملينها بايدينا. معانا 4 انواع مربى حرنكش ومربى جرع عسل ومربى عنب ومربى مانجا. قررت ما اخدش الإجابة من المهرجان، رحت للمصدر، دخلت المنحل، والأول مرة شفت النحل وهو بيشتغل. طبعا النحل بقى بينطلق من هنا، بيقدر يمشي أكتر من 6 كيلو عشان يتغذى على الثمرة اللي هو محتاجها يعني، وبعد كده يرجع لهنا تاني عشان يطلع لنا احلى وانقى عسل. هنشوف ده دلوقتي. يعني انا بحب العيشه بتاعت الطبيعه دي. عرفت يعني ايه فيه شفاء للناس لما شفت بعيني الفرق ما بين النحل اللي بيتغذى على الزهور الطبيعيه وما بين النحل اللي بياكل سكر. شفت سم النحل وهو بيستخدم كعلاج. ايه اللي هيحصل لو نحله رصتها؟ استنى. هو النحل واحد يا ريس، بس اللي بيختلف الزرعه اللي هو بيقطف منها. القطفه، ما احنا عندنا في السنه 4 قطفات. بتبتدي من بعد فصل الربيع، بنبتدي بقطفه الموالح اللي هي بتبقى من 3 ل 4. وبعد كده بنبتدي قطفه البرسيم، بتبقى مثلا في حدود شهر 5. بعد كده بنبتدي بقطفه السدر او الاعشاب الطبيعيه، دي بتبقى في شهر 9. بس يعني كده. دول 3 قطفات اللي موجودين في محافظه السويس. يعني في اماكن تانية قطفات تانية طبعا حسب نوع الزراعه يعني. ايه الفرق ما بين العسل بتاعنا مثلا واي كل عسل وله فايدة. يعني كل عسل، كل زهرة معينة ولها فايدة، العسل بقى بياخد الفايدة منها. في سينا عندهم مرمرية، عندهم أعشاب، السدر رقم 1. لكن في الصعيد بقى في زراعات تانية زي السمسم، القطن، اليانسون، الشمر، حبة البركة. ده بتمتاز بالصعيد، خط الصعيد كله. معروف عسل منيا لكثرة الزراعة في المنيا، كثرة زراعة الأعشاب، فعندي العسل التين الشوكي والبردجوش والسدر الجبلي. مش السدر الجبلي اللي هو معروف النبج، عندكم انتوا هنا بتقول عليه النبج، احنا عندنا النبج الصغير في الظهير الصحراوي في القرى الصحراويه، فاحنا جايبين منتج السدر اللي هو المصري من الصحراء عندنا في المنيا. طب معلش تاني، انا اعرف الانواع اللي انا اعرفها السدر الجبلي والبرسيم تقريبا الموالح بس. لا احنا عندنا التين شوكي، عندنا تين شوكي وبردجوش وحبه بركه وينسون. دي اللي هي الاعسال اللي موجوده في المنيا حسب الزراعات بتاع المنيا. انا هنا دلوقتي في الريف بتاع السويس، اخويا بشار هيوصلني للمناحل. في مناحل هنا كتير. اول ما شفت المشهد في المسلسل. ما شفت المشهد في المسلسل. والعسل بتاعهم حلو. ايوه حلو. قالوا لك بقى انت حصل كذا كذا. قالوا لي حصل كذا وكذا وكذا. متخصصين في العسل. ايوه حبيبي اخويا بشار. دلوقتي انا عشان ادخل المنحل ده لازم اركب توك توك زي ما انتم شايفين مع الشاب الطيب ده. انا في الريف بتاع السويس يعني. توكل على الله يا بشار. بيطلع اصوات يا الله. عرفت كمان ان العسل مش مجرد سكر سايل، ده روح المكان اللي طالع منه. وفي اللحظة دي وانا وسط النحل حسيت ان في فجوة كبيرة ما بين العسل الحقيقي وما بين اللي بيوصل لمعظمنا. ده ليه صورة كاملة في القرآن، وربنا يعني طالما ذكره يبقى هو ليه فوائد كتير، والعسل بتاعه فيه شفاء للناس. ف انا مستمتع بصراحة. احنا دلوقتي قدام خلية كاملة فيها ملكة وفيها شغالات، فيها عمال وفيها عسل وفيها شمع. دي الخلية بالمنظر اللي انت شايفه ده. ومن هنا قررت ان الفيديو ده مش كفاية، لازم انقل التجربة دي لكل بيت. وفعلا وبكل حماس قررت ابدأ رحيق، مش مجرد براند بيبيع عسل، لا ده براند بيبيع الامانة اللي شفتها في المنحل. عايز اقول لك يا برو ان المكان هنا مش متوقف بس على البيع العسل، في كمان ندوات للنحالين والناس المسؤولين هنا عن بيع العسل، وكل حاجة لها علاقة بالعسل والنحل والمناحل، كل حاجة هتلاقيها هنا. اي حد عايز يبتدي مشروع ممكن يتصل بلينك الصفحة واحنا نساعده بكل حاجة. استاذ وليد، انا اول حد افتح معاك المشروع ده. ماشي يا عم، وانا تحت امرك في اي حاجه. متشكر جدا، متشكر.
تعبت جدا عشان رحيق يكون هو النسخة اللي ترضيني. عسل خام مش متسخن، مش متصفي من حبوب اللقاح، وبكل الفوائد اللي ربنا حطها فيه، من عسل الموالح الهادي للبرسيم وحبة البركة، ولحد عسل السدر اللي ريحته لوحدها حكاية. المهرجان كان البداية، بس رحيق هي الرسالة. ايوه طبعا مصر عشان الزراعات كتيره فيها جدا، احنا عندنا جميع انواع الزراعات والبردوش، الاعشاب دي مزروعه في كل مكان، فطبعا لازم يبقى مميز في مصر جدا، لان اي بلد تانية المناخ بتاعها مش معتدل زي مناخ مصر. انا مش بس بقدم لك عسل، انا بقدم لك الرحله اللي مشيتها من اول المهرجان لحد ما البرطمان ده وصل لايدك. لو حابب تعرف اكتر عن قصه رحيق وانواعنا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن وهتلاقيه في اول كومنت، وخليك فاكر ان العسل حياه. دلوقتي ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وما تنساش تقول لي عملت لايك ولا لسه.